ازيكم يا قلبي عاملين ايه؟ تعالوا بقى النهارده نعمل شوية كسكسي كده في اقل من 10 دقايق هنكونوا عاملينهم. هنا خلصنا الكسكسي كده بعد ما استوى بنسقيه بقى السمنة البلدي بتاعتنا اللي هي من انتاجنا اصلا. شايفين الكسكسي هش جدا وخفيف. هقول لكم على تركتين النهارده هيخلي الكسكسي خفيف جدا معاكم، والاول مرة تشوفوهم معانا في الفيديو هنا. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. لازم نقلب كويس كده عشان نتأكد انه شرب السمنة. وهنا كده بنفضيه بقى، بص الطبق كده ما شاء الله ظاهر يعني ان هو هش جدا وحبيبات صغيرة مش كبيرة. إيه ما شاء الله يعني. بألف هنا على كل اللي بياكل منه. إيه معانا هنا حوالي كيلو ونص من الدقيق. انا صراحة ربنا ما وزنتش بس تقريبا يعني ما يعادل كيلو ونص. إيه. إيه طبعا معانا ملح، معانا ميه، معانا بقى الحاجة الأساسية اللي في الوصفة بتخليها هش جدا وجميل، البيكنج باودر. بيكنج باودر يا شيف، بيكنج باودر، ما تستغربيش، أقل من ربع معلقة. بصوا هتظبط الدنيا، هتخليكم يعني معانا في حتة تانية خالص. فهنقلبهم كويس على بعض. ومحتاجين كبة كبة، الكبة هتوفر عليكم كتير وتسهل عليكم حاجات كتيرة جدا. هناخد دقيق نحط عليه الملح والبيكنج باودر وننزل بيه في الكبة. وبعد ما نحطه في الكبة ما بنكترش عشان الكبة هتشتغل وهي مفتوحة. واحنا مشغلين الكبة هنسقسق المية بايدينا كده بالراحة. هناخد شوية والكبة شغالة لعند ما كل الخليط يتدارى من الدقيق ويبقى قدامه حبيبات. وما نكترش مية عشان ما يعجنش. تمام كده. وقبل ما نبدأ نشتغل بيكون حاطين الحلة بتاعت الكسكسي، نصها مية وحطها على النار تغلي. وأول ما بتغلي بنحط المصفى بتاعتها. وبنحط كده كيس مخدة نضيف، شملة نضيفة. المهم حاجة ما يكونش فيها ريحة اريال، ما يكونش فيها ريحة برفان، ما يكونش فيها أي حاجة عشان ما يلقطش مننا. وبعد كده بننزلها من المنخل كده، اللي هو منخل الكسكسي، عشان لو في أي تكتلات نشيلها ونرجعها في الكبة تاني. ونبدأ كده بنفس الطريقة نخلص كل كمية الدقيق بنفس الشكل اللي احنا عملناه. نحطها في الكبة، ننزل بالمية لعند ما تبقى حبيبات. قدامكم كل حاجة في الفيديو. نعم الفيديو طويل شوية بس انا يعني منزلكم كل التريكات وكل التفاصيل علشان تستفادوا من الفيديو كتير. وانا اسفة لان والله انا بكلمكم اصلا وانا تعبانة. فبتمنى يعني ايه صوتي ما يكونش مزعج ليكوا شوية. بصوا كده بنرجع كده، ده شكله بعد ما خلص. ما شاء الله هش جدا وخفيف لسه مع انه ما استواش لسه، بس روعة جدا. هنا بقى بنحط اهوت في الحلة في كيس مخدة نضيف ما فيهوش اي ريحات خالص. ونسيبه لمدة نص ساعة بالظبط. ما نقلبش، ما بنعملش اي حاجة، بنغطيه ونسيبه لمدة نص ساعة. بعد نص ساعة بنطلعه، بنجيب المنخل الكسكسي بتاعي ونحطه فيه ونبدأ ننزله قدامكم تحسوه كلكعة واحدة بس هو لسه ماسك في بعضه. بصوا بقى لسه طالع مولع كده. طبعا خلي ايديكم، خلي بالكم من ايديكم عشان مش تتلسع، لانه سخن جدا جدا خالص يعني. فبصوا كده شكله عامل ازاي. هنرجع بقى محتاجين لبن. دي التركية التانية اللي قلت لكم عليها، بيخليها هش جدا. في ناس كتير بتستخدم ميه، لا استبدلوها بلبن. ولو لبن بقري مش شرط جاموسي، ما شاء الله بتنقل الكسكسي في حتة تانية، بتخليه هش وخفيف وما يلكمش كده ولا يخليك تشرق وانت بتاكل. الحمد لله احنا متميزين في الكسكسي، كل اللي خد منه مرة خد منه اتنين وتلاتة، لان بجد الكسكسي عندنا يختلف عن الاخرين. وبعد ما بنخلص اللبن ده مش بننزله على كده، لا بنرجع نرجعه للحلة تاني لمدة يعني 10 دقايق بالظبط. بعد ال10 دقايق بقى بنطلعه زي ما انتوا شفتوه في اول الفيديو. نحط له بقى السمنه البلدي بتاعتنا، سمنه بلدي، سمنه نباتي، سمنه فيرن، اي سمنه، بس طبعا يفضل البلدي. بس لو ما عندناش بلدي طبعا مش هنقف يعني. بس حاجه كده هشه، حاجه جميله. الصفحه بتاعتنا متميزه للاكلات والحلويات البيتي بتركات سهله وبسيطه. على قد ما اقدر ببسط لكم الحاجه، فبتمنى ما تعملوا متابعه للصفحه فضلا وليس امر، علشان يوصلكوا كل ما هو جديد. بصوا بقى بنرجعه كده ونسيبه لمدة 10 دقايق بالظبط. ونطلعه بقى نسقيه السمنة البلدي نفس ما احنا شفنا في أول الفيديو. ما تنسوش لو وصلتوا لحد هنا تدعوا لي ربنا يشفيني ويشفي لي بنتي يا رب العالمين.